السلام عليكم everyone. I hope that you're faring well. هنتكلم النهارده على topic بتسأل فيه كتير، وهو انهي احسن يا مستر، ال EST ولا الأكت؟ طيب خليني اقول لك الخلاصة كده. انهي كامتحان احسن، يعني كامتحان جودته احسن؟ بمنتهى الامانة الأكت جودته احسن من ال EST. طيب لكن اغلب الطلبة بتخش انهي امتحان، او انصحهم يخشوا انهي امتحان؟ للامانة ال EST. ايه ده؟ ازاي يا مستر تقولي امتحان احسن بس بتنصح الناس بالامتحان التاني؟ تعالوا نتكلم بقى بالتفصيل كده، يعني خلال 3 4 دقايق مع بعض. ليه الاكت؟ ليه بقول ان هو امتحان احسن؟ من الاخر الاكت امتحان، يعني الاكت والاي اس تي ممكن نسميهم الاصلي والتقليد. الاكت ده اول امتحان اتعمل اصلا من امتحانات الامريكان، زي ما انتم عارفين امتحانات الامريكان 3: الاكت والسات والاي اس تي. فالاكت ده اول واحد واتعمل في 1595، وده الامتحان الاصلي. يعني ده الامتحان اللي جاي من امريكا بمعايير محدده، هم اللي حاطينها هناك بستاندردز that are very clear وما اتغيرتش من 1595. فتخيل امتحان الجودة بتاعته ثابتة من 1595 ل 2024، اللي هو تقريبا لمدة 30 سنة مفيش أي تغيير خالص في أي حاجة من المعايير بتاعته. فاهمين الفكرة؟ فهو كامتحان ستيبل، جودته مضمونة. نسب الامتحان فيه ما اتغيرتش من وقت، نسب الدروس ما اتغيرتش لحد دلوقتي. واهم بوينت بالنسبه لي انا الشفافيه. في يا شباب شفافيه في تصحيح الاكت مش موجوده خالص في الاي اس تي. الاكت لما حضرتك بيطلع لك سكور بتبقى عارف جبت كام في الريدنج بالظبط وجبت كام في الرايتنج بالظبط، ودي طبعا عندنا ازمه. زي ما انتم عارفين الانجليش divided into writing and reading، كل واحد منهم سكشن لوحده. فحضرتك بتبقى عايز تعرف المشكله عندك في انهي واحد، هل في الرايتنج ولا في الريدنج. فالاكت النتيجه بتاعته والدرجات لما بتطلع بيبان لك الديفكت في انهي واحد منهم بالظبط. بيقول لك انت جبت كام بالظبط، وفي جدول بتاع رو سكور كده يعرفك والله انت جبت لي السكور ده معناها انك جبت عدد اسئله كذا صح. هتقول لي ايه ده، هو دي مش حاجه بديهيه؟ مش المفروض دي حاجه موجوده في كل الامتحانات؟ هقول لك معاك حق، هي فعلا حاجه بديهيه، ولكن مع ذلك اتس نوت فاوند في الاي اس تي. الاي اس تي حضرتك بيطلع لك سكور الرايتنج والريدنج على بعض، وما يقولكش انت جبت كام صح في انهي امتحان منهم، ولا يعرفك اي حاجه. هو بينزل لك السكور كده وانطلق انت. وطبعا ده بيعمل كوارث في الاي اس تي في التحضير. ليه؟ تخيل انا طالب جبت 600، انا مش عارف انا جبت 600 دي عشان مشكله حصلت في الرايتنج ولا في الريد، ما هو ما قاليش. فاهمين الفكره؟ ففي طلبه كتير جدا بتحضر تحضير غلط للاكزام. هو مثلا ليتس سي انه جاب 600 عشان هو جاوب الرايتنج كله صح والريدنج ناقص فيه، هو ما يعرفش الكلام ده. هو اللي يعرفه انه جاب 600، فهيقعد يضيع وقته في انه يبراكتس رايتنج وريدنج الاثنين، مع ان مثلا مشكلته الاساسيه كانت ريدنج. فاهمين الفكره؟ فدي كارثه موجوده في الاي اس تي. الاكت زي ما قلنا بيتجنب الكوارث دي كلها، لان هو امتحان ستيبل بيتحط حسب ستاندردز ومعايير ما اتغيرتش بقالها 30 سنه، والدرجات فيه ثابته وواضحه. ويعني الامتحان كله على بعضه اريح بكتير جدا في البريبريشن. واقول لك بمنتهى الصراحه، انا كانجلش تيتشر بحب ادرس انهي اكتر؟ طبعا الاكت. بحس اني بتعامل مع حاجه بريدكتبل ما اتغيرتش بقالها كتير، معموله فعلا في مستوى الطالب المتوسط، حاجه كويسه جدا. طيب هتستغرب ان بعد كل الكلام ده بقول لك انا ارشح لك الاي اس تي اكتر. ليه بقى؟ للاسف انا ارشح الاي اس تي اكتر لمشكله موجوده عندنا احنا هنا كبلاد عربيه وكمصر بالذات، وهي انه الاكت يعني اتليست السنه دي، يعني احنا الكلام اللي بقوله ده كله ممكن عشان زي ما في فيديو كده فوق هينزل فيه نظام اكت جديد ممكن يشقلب الموضوع ده كله. لكن لحد ما الاكت الجديد ينزل، فانا عايز اقول لك احنا للاسف الاكت عيبه الاساسي التايم مانجمنت. الاكت مثلا مشكلته الاساسيه في الوقت، وان هو يعني عشان محطوط على ستاندردز طلاب في امريكا ومعمول حسابه الاساسي انه اصلا الطلاب اللي بره مش ليك انت كحد في مصر، فبيطلب منك طلبات في الانجليش كبيره قوي وممكن تبقى صعبه قوي لناس كتير. يعني ايه؟ بيطلب منك في سيكشن الرايتنج اللي هو سيكشن الجرامر، يعني انك تحل 75 سؤال بحالهم في 45 دقيقه. 75 سؤال في 45 دقيقه. فطبعا ده بالنسبه لنا كناس اصلا بتقعد تقرا بالراحه شويه حاجه صعبه جدا بالنسبه لاغلب الطلبه في مصر. 70 80% من طلبه مصر ما تقدرش ان هي تواكب الاكت، وبتخش ما تجيبش النتائج اللي هي عايزاه. الريدنج سيكشن نفس الكلام، عايزك تقرا 4 قطع وتحل 10 اسئله على كل قطعه، يعني توتال 40 سؤال باربع قطع هتقراهم، خلي بالك، في 35 دقيقه. فالحاجات دي لو حد نيتف في اللغه او حد بيتكلم انجلش كتير جدا، على فكره ما بتبقاش صعبه.
لكن بالنسبه لحضرتك كحد في مصر، ونسبه كبيره جدا من الناس الموجوده حاليا في نظام الامريكان ناس محوله اصلا من الثانويه او من الناشونال عامه، من اول ثانوي يعني. طبعا ما بتعرفش تواكب الطلبات دي، وعشان ما بيعرفوش يواكبوا الطلبات دي بنقول لهم خلاص يا جماعه خلوكوا في الاي اس تي. الاي اس تي طبعا ليه عيوب بصراحه مش قليله، لكن بالنسبه لاغلب الطلبه اللي محوله هيكون اهون شويه من الاكت. ليه؟ والله عدد الاسئله قل، يعني عدد الاسئله في الرايتنج سيكشن النص بالتقريب، فيعني نص اسئله الاكت، فطبعا دي حاجه كويسه جدا، فرق وقت مش كبير. ويعني الماركينج سكيم بتاعته لحد سكور 600 بتكون احسن من الاكت. فبالنسبه لاغلب الطلبه اللي محوله ده بيبقى كفايه ان هم يجيبوا السكور اللي هم عايزينه والتارجت اللي هم عايزينه. طيب فيبقى خلاصة الكلام the same thing that we've said يعني at the beginning of the video، اللي هو very simply لو حضرتك او ايه recommendation اللي انا اقول لك في الاخر. بمنتهى البساطة لو حضرتك حد الانجليش بتاعه قوي، يعني انت بتعتز بقوة الانجليش بتاعك، انت شايف انه it's one of your strengths انك you're really good في الانجليش portion، او انك انت فعلا بتتكلم انجليش كويس جدا، يبقى therefore لا، خش ساعتها الاكت بقلب جامد، ما تخافش، لا التايم مانجمنت هيبقى مشكله ولا هيبقى فيه اي مشاكل عندك في الحته دي. طيب لو حضرتك عارف من الاول ان انت الانجليش بتاعك ضعيف شويه او مش السترونج بوينت بتاعتك، انت عارف انك احسن في الماث من الانجليش، خليك في الاي اس تي. وعشان كده زي ما هقول لك اغلب الطلبه هتروح للاي اس تي في الاخر. ليه؟ لان زي ما اتفقنا اغلب الطلبه مشكلتها الاساسيه في الانجليش مش في ده. كده يا شباب التوبيك سريعا. طبعا يعني I know that this is not enough، ممكن نبقى نتكلم في الموضوع اكتر ان شاء الله later on، بس ده فيديو عشان اتسألت عن الموضوع ده. اشوفكم على خير يا شباب ان شاء الله. السلام عليكم.